تعالوا نعمل تنظيف بشرة في البيت أحسن من اللي بيعملها لنا الحلاق وبأقل التكاليف. الفترة اللي عدت دي كنت بمر بأزمة صحية وبقالي كام يوم راقد في الفرش، والنهاردة قمت أبص في المراية لقيت وشي محبب ووشي بهدان كده، قلت نعمل تنظيف بشرة. طبعا معروف إن نمبر 1 في تنظيف البشرة إن احنا نشيل أي شعر في الوش، ده طبعا الناس اللي ما عندهاش لحية، وبعدين نطهر بالكحول عشان لو حصل أي تعور ولا حاجة زي كده. وطبعا أهم حاجة لازم نغسل سنانا كويس. طبعا بستخدم معجون سنجلين. بشكر كل الناس اللي سألت عليا وانا تعبان، برغم ان الواحد ما حطش اي ستوري ولا حط اي حاجة يبوح ان هو تعبان، بس هم دول فعلا الناس الحقيقية اللي هم يحسوا بوجعك من غير ما انت تقول او من غير ما انت تحسسهم ان انت فيك حاجة. لو عندك الناس دي حافظ عليهم. نخلينا في موضوعنا بقى. بعدين هنستخدم غسول، وده طبعا بيختلف من بشرة لبشرة. بعدين ندعك جامد كده بحركة دائرية عشان نفتح مسام الوش. هروح اغسله بقى وارجع لكم. طبعا بعد ما غسلنا وشنا كده ونشفناه نحط مرطب للوش، وطبعا ده بيختلف برضو من بشرة لبشرة. بعدين هتجيب اي نوع ماسك صنفرة عندك، اي ماسك تفاح، اناناس، فواكه، بس احلاهم ماسك القهوة. لما رحت المستحضر قالوا لي ان ماسك القهوة هو اللي فوق الكل، ما علينا. بعدين هتسيبه على وشك من 10 دقايق لربع ساعة. بعدين تدعكه بالشكل ده كده. كنت جايبها من قبل ما ابدا الفيديو بس نسيتها، حطيتها في الكوباية ونسيتها لما ساخن. طبعا الدكتور قايل لي كل، فهسلي نفسي معاكم كده على ما ال10 دقايق بتوع الماسك يعدوا، وكده يبقى الشكل النهائي. والواحد حس بفرق جامد، والف الف شكر لتاني مرة للناس اللي سألوا عليا. شكرا.